السلام عليكم، أهلا بيكم. تخيلوا إن المشايخ بلغ بهم الحد والإجرام إنهم يشوهوا الرسول بهذه الطريقة. يعني المشايخ اتفقوا مع التنويريين اللي هي أمثال إسلام بحيري وإبراهيم عيسى وأحمد عبد ماهر والناس ديت وفاطمة نعوت وناس كتيرة اللي بيسموا نفسهم التنويريين، متفقين مع المشايخ اللي على رأسهم الشيخ عبد الله رشدي الأزهري على تشويه الرسول بطريقة خطيرة. هنجيب لكم دلوقتي مثال مقاطع بصوت وصورة الشيخ عبد الله رشدي علشان تعرفوا مدى الجريمة اللي بيرتكبوها ضد الرسول عليه الصلاة والسلام وضد السنة بتاعته وتشويه السنة وطمس السنة الحقيقية. هنجيب لكم دلوقتي قصة ملفقة للرسول، قصة طبعا كاذبة كلها، والغرض منها تشويه الرسول. ومحطوطة فين؟ محطوطة في البخاري علشان يخليك ما تتكلمش فيها ولازم تصدقها، لأنه هو بيديك صورة كاذبة إن البخاري ده معصوم وإن كتابه كله صحيح زي القرآن. نسمع كده أول مقطع لعبد الله رشدي وهو بيقول لك كل ما هو عند البخاري صحيح وكل ما هو عند مسلم صحيح، علشان تعرفوا القاعدة اللي احنا هنمشي عليها، وإن هم بيألهوا البخاري ومسلم اللي اندس من خلالهم ما يشوه الإسلام ويشوه الرسول. اسمع كده هذا المقطع. يا شيخ، كتاب صحيح مسلم كل ما فيه صحيح نعم، وصحيح البخاري كل ما فيه صحيح نعم. حضرتك سمعت اهو عشان تتأكد بصوته اهوت وصورته. فطبعا الكلام ده مش صحيح. ليه؟ لأنه كده المشايخ يعتبر انهم بينكروا معلوم من الدين بالضرورة، واللي ينكر معلوم من الدين بالضرورة ممكن يخرجك من الملة، ممكن يخرجك من الإسلام، لأن أنت بتنكر ما جاء في القرآن. القرآن قال لنا إيه؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صدق الله العظيم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن، قال لك إن أي شيء طالما مش من عند ربنا هتجد فيه اختلاف كثير، مش اختلاف بس، لا ده كثير كمان. هما بينكروا الكلام ده ويقول لك إن كل ما جاء في البخاري ومسلم صحيح زي القرآن. يبقى كده بيطعنوا في القرآن، لأن الاختلاف عند الناس لازم الناس يكون عندها اختلافات، لأن ده علامة على صحة القرآن إن هو صحيح 100%، لأن ده كلام يدل على إن هو كلام ربنا. طالما القرآن صحيح 100% يبقى هو ده كلام ربنا، فما تجيبش كلام زيه تاني للبخاري ومسلم وتدعي إن هو صحيح زي القرآن. يبقى البخاري ومسلم آلهة، لأن البشر لازم يخطئوا. خلاص، نخش بقى في الموضوع والقصة الملفقة للرسول اللي هي موجودة في البخاري، قصة المرأة الجونية. قال لك إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عايز يتجوز امرأة ملكة من اليمن الجونية، واختلفوا على اسمها 7 أسماء، ادوها 7 أسماء حتى ما يعرفوش اسمها الحقيقي. قالوا 7 أسماء، إنما اسمها إيه الحقيقي ما يعرفوش. ده دليل على إنها قصة ملفقة وقصة كاذبة في البخاري. فقال لك إن المرأة الجونية ديت تمام كانت ملكة، والرسول طلبها للجواز وقال لها هبي نفسك ليه، يعني هو اللي استدعاها جابها وقال لها هبي نفسك ليه. فهي رفضت وشتمته. إزاي؟ قالت له وهل الملكة تهب نفسها للسوقة؟ اتهمت الرسول وشتمته، قالت له ان انت من السوقة. سوقة يعني ايه؟ يعني من الحرافيش، يعني من عامة الناس اللي ملهاش لازمة. وان ادعى عبد الله رشدي ان هو كان متجوزها، وده كلام كذب، هو ما كانش متجوزها ولا حاجة، بدليل ان هو بيقول لها لسه هبي نفسك ليه، وهي رفضت وشتمته وقالت له هل الملكة تهب نفسها للسوقة؟ تمام. فلما قالت له كده وشتمته، فالناس قالوا لها انت عارفه انت بتكلمي مين؟ قالت لهم لا ما اعرفش مين ده. يعني هي نفسها نكرت
قالت انا ما اعرفوش، ده دليل على انه ما كانش متجوزها. تمام. والا اذا عبد الله رشدي والمشايخ بيتهموا الرسول ان هو كان متجوزها بدون علمها وغصب عنها، فلما جه يطلبها للجواز شتمته وقالت له وهل الملكه تهب نفسها للسوقه؟ فالمهم لما هي غضبت واتنرفزت وكده، هو الرسول حط ايده عليها بيطبطب عليها يعني، وده كلام طبعا طعن في الرسول عليه الصلاه والسلام ان هو بيحط ايده على امراه غريبه بحجه ان هو يعني ايه يهديها وكده. هل ده يجوز شرعا ان انت تيجي مثلا امراه غضبانه مش زوجتك ولا تحل ليك مثلا وتحط ايدك عليها تطبطب عليها على جسمها؟ ده طعن في الرسول، لانه ده يعتبر بيتهموه بالتحرش، وده طبعا ما يحصلش طبعا. المهم لما جه يطبطب عليها فاستعاذت بربنا منه، قالت له اعوذ بالله منك، بتستعيذ بالله من الرسول. ده دليل على ان القصه كاذبه. ازاي امراه مسلمه، لان دي كانت امراه مسلمه من اليمن وملكه، هما بيقولوا كده انها كانت مسلمه، وترفض زواج الرسول وتشتمه وتستعيذ بالله منه كانه شيطان؟ ما هو بتقول له اعوذ بالله منك كانه شيطان مثلا، او انسان مجرم عايز يتحرش بيها او عايز يعمل معاها حاجه حرام. خلاص، فهل ده يعقل؟ هل ده يعني حضراتكم تصدقوا هذا الكلام على الرسول عليه الصلاه والسلام؟ انا بكلم اتباعه وخصوصا الشباب. المجرم عبد الله رشدي يروج لهذا الكلام هو والمشايخ، ويتفقوا مع العلمانيين اللي بيسموا نفسهم التنويريين ان هم يمسكوا هذه الغلطات المدسوسه في جوه البخاري ومسلم ويطعنوا بيها في الاسلام، ويخلوا الناس يشكوا في الاسلام ويلحدوا ويخرجوا من الاسلام بسبب هذه الاكاذيب المدسوسه على الرسول. هل تقبلوا ذلك؟ هل تقبل ان انت تمشي ورا عبد الله رشدي بهذا الكلام؟ يعني انا بستغرب جدا. هل مخك يقبل ذلك ويوهمك يقول لك ان البخاري ده ما تتكلمش فيه، ده معصوم، ده كله صحيح زي القرآن؟ هل ده يعقل برضه؟ ربنا بيقول، قلت لك ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني لازم يكون في اخطاء عند البخاري ومسلم، لازم. اما يقول لك ده معصومين وعندهم كله صحيح، ده كلام باطل وتغطية على الجرائم اللي جوه البخاري ومسلم. ودلوقتي نسمع المقطع بتاع عبد الله رشدي اللي بيقول لك فيه هذا الحديث علشان تتأكدوا من الكلام ان هو موجود في البخاري. اسمع كده هذا المقطع. الحديث اللي معانا النهارده الا وهو حديث المرأة التي تزوجها النبي صلى الله عليه واله وسلم، فلما اراد ان يقترب منها قال لها هبي نفسك لي، فالست ردت وقالت وهل تهب الملكة نفسها الى السوق؟ اعوذ بالله منك. فاراد النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يضع يده عليه، يعني يسكنها زي ما الواحد بيطبطب على مراته يعني، فقالت له اعوذ بالله منك. قال لها لقد عذت بمعاذ، الحقي باهلك. وامر سيدنا اسيد بن الحضير ان يعني يبعت معها شويه هدايا وهي مروحه لاهلها. سيدنا الامام البخاري اورد هذا الحديث تحت باب الرجل اذا طلق امراته هل يواجه امراته بهذا الطلاق يعني. حضرتك سمعت اهوت. المهم نكمل لكم القصه الكاذبه ديت الملفقه على الرسول لتشويهه، والتآمر ما بين المشايخ والتنويريين، بحيث ان المشايخ كانت مهمتهم الرئيسيه ان هم يدسوا هذه الخرافات في السنه علشان يدمروها ويطمسوا السنه الحقيقيه اللي كانت مسجله على يد الرسول. يعني ايام ما كانوا بيكتبوا، ايام في عصر الرسول نفسه لما كانوا بيكتبوا القرآن كانوا بيسجلوا السنه اللي هي تفسير الرسول للقرآن، لان بالتأكيد الرسول كان بيشرح الآيات للناس عشان يبسط مفاهيم القرآن، وهي دي اسمها السنه او الاحاديث، وكانت مسجله. وادعوا المشايخ ان هي ما اتكتبتش وان الرسول امر انها ما تتكتبش بحجه ايه؟ يقول لك عشان ما كانتش تختلط مع القرآن. وده كلام كذب، عايز يوهمك انهم كانوا شويه عيال مثلا اللي بيكتبوا الحاجات دي ومش عارفين، وممكن يلخبط القرآن مع السنه وما يقدروش يفصلوا ما بينهم، والكلام ده غير صحيح. يعني هل الرسول كان عاجز ان هو يفصل ما بين القرآن والسنه في الكتابه؟
طبعا شيء طبعا لا يعقل. فالسنة كانت مكتوبة مع القرآن، لكن هم طمسوها. جريمة المشايخ دي كانت مهمتهم على مدار السنين، وطمسوها، طمسوا التفسير الحقيقي للرسول لمفاهيم القرآن، وحطوا ما يسمى بالبخاري ومسلم بعد الرسول ما مات ب200 سنة، ودسوا هذه الخرافات علشان يشوهوا الإسلام ويدمروه، زي القصة اللي احنا بنقول عليها دلوقتي ونكملها لكم. إن لما الرسول عليه الصلاة والسلام حط إيده على هذه المرأة وبيهديها، فقالت له أعوذ بالله منك، فهو زعل فقال لا الحقي بأهلك، طالما انت استعذت بربنا مني، استعذت بعظيم ضدي، فالحقي بأهلك. وراح نده لواحد اسمه أسيد، قال له اداها هدية ولبسها، اداها ملابس وبتاع ورجعها لأهلها. فالشيخ عبد الله رشدي ادعى ان ده يعني معناه ان طالما قال لها الحقي بأهلك يبقى ده معناه ان هو طلقها، يبقى معناه ان هو اتجوزها. الكلام ده غير صحيح. وادعى ان الطلاق في ألفاظ صريحة للطلاق، زي مثلا طلقتك أو فارقتك أو سرحتك، 3 ألفاظ دول يعني إيه ألفاظ صريحة للطلاق. وقال لك إن في بقى تطليق بالكناية، يعني ألفاظ كناية عن الطلاق وما فيهاش صراحة في الطلاق. زي إيه مثلا ما الرسول قال لهذه المرأة الحقي بأهلك، فجملة الحقي بأهلك دي تعتبر طلقة وإن هو طلقها. طبعا الكلام ده كذب وتحريف، وهو عايز بس يحلل ويغطي على الجريمة اللي في البخاري، لأن كل هدفه هدف المشايخ إن هم يغطوا على الجرائم اللي في البخاري اللي هي ضد الإسلام وضد الرسول. وعايز يقول لك إن كل ما فيه صحيح، الكلام ده غير صحيح. وعاوز الفت نظر حضراتكم لنقطتين مهمين جدا ادعاهم عبد الله رشدي والقصه الملفقه ديت. ان اول حاجه لما عبد الله رشدي قال في هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال لهذه المراه ارجعي لاهلك او الحقي باهلك، وان دي معناها طلاق، يبقى معنى كده ان عبد الله رشدي والمشايخ الخونة بيتهموا معظم المسلمين ان هم مطلقين زوجاتهم وما يعرفوش وعايشين معاهم في الحرام. لان من العادي من المشاكل اليومية عند الناس في الطبيعي يعني ان بيحصل مشاكل ما بين الزوج والزوجة، فبيقول لها روح عند اهلك. الكلام ده كلام عادي بيتقال. فمعنى كده ان هم مطلقين زوجاتهم وعايشين معاهم في الحرام، ده معنى كلام المشايخ ومعنى كلام عبد الله رشدي. تاني حاجة ان في القصة ديت الوهمية دي او الخرافية ديت اللي الغرض منها الطعن في الرسول، اتهموا ان زوجات الرسول، خد بالك من الحتة ديت وابحثوا عشان تعرفوا، اتهموا زوجات الرسول ان هم اللي وقعوا ما بين الرسول وهذه المرأة علشان يطلقوا، علشان الجوازة ما تتمش. فقالوا ان زوجات الرسول هم اللي سلطوا هذه المرأة الجونية ان هي تقول للرسول تستعيذ بالله منه، لانه ادعوا ان هم يعني الرسول بيحب كده، بيحب ان النساء يعني يستعيذوا بالله منه، فكده بيفرح. فضحكوا عليها، فقالت علشان كده قالت له اعوذ بالله منك، كانت فاكره ان هو هيفرح بيها يعني وكلام من ده. فالكلام ده كلام كله تخاريف وكلام طعن، يعني بيطعنوا في اي حد، يطعنوا في الزوجات الرسول، يطعنوا في الرسول، يطعنوا في اي حاجه، يشوهوا الدين باي طريقه. وابحثوا عشان تعرفوا. وانا بقول لحضراتكم تاني اهوت، هل تقبل ذلك على الرسول؟ تقبل ان هو يجيب واحده يقول لها هبي نفسك ليه فتشتمه، تقول له هل تهب الملكه نفسها للسوقه، تقول له انت سوقه، وتستعيذ بالله منه؟ ترضى كده؟ ودليل على كده ان هو يعني ان هي رفضاه وكرهاه وكده، ان هو بيقول لك طلقها وهو ما طلقها، يعني هو اصلا ما اتجوزهاش عشان يطلقها. يعني الكذبه هنا، الكذبه الكبيره ان هم ادعوا ان هو اتجوزها وبعد كده طلقها. طب اتجوزها ازاي وهي اصلا رفضته وشتمته؟ يبقى كده بيتهموه ان هو اتجوزها غصب عنها او بدون علمها، لانها رفضاه اصلا ورجعها لاهلها. يبقى اتجوزها ازاي؟ يتجوزها غصب عنها؟ ده اتهام خطير للرسول. نسمع كده هذا المقطع اللي هو بيقول لك ان الطلاق فيه
ألفاظ صريحة وألفاظ بالكناية علشان يحلل اللي جه في البخاري ويقول لك إن ألحقي بأهلك يعني طلقها يبقى اتجوزها. اسمع كده هذا المقطع. انت عمال تقول بكل ثقة ما فيش اصلا زواج. ارجع لكتاب الاستذكار للحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى، هتلاقيه بيقول لك ان هذا الحديث اصل من اصول التطليق بالكناية، لان النبي صلى الله عليه وسلم طلق المرأة التي تزوجها بقوله الحقي باهلك. وعندنا الطلاق صريح وكناية. فالطلاق الصريح نقول لها انت طالق، او أنت مفارقة، أو فارقتك، أو سرحتك. الطلاق الكناية أي لفظ من الألفاظ التي لا تدل صراحة على الطلاق، تحتمل التطليق وتحتمل شيء آخر. فالإمام البخاري بيستدل بهذا الحديث أو بيورد هذا الحديث تحت الترجمة علشان يقول لنا إن ممكن أن لفظة الحقي بأهلك تعتبر من الكنايات التي إذا أراد الزوج بها تطليقا حسب الطلق. حضراتكم سمعت اهوت علشان تأكد لكم، يعني احنا بنجيب لكم الكلام بالصوت والصورة علشان لعلك تقتنع. أنا بكلم أتباعه اللي هم مش شايفين غير شيخهم بيفضل شيخه على دينه، ويصدق الطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، ومش مقتنع بأن في مؤامرة ما بين المشايخ والتنويريين في جريمة واحدة، وهم فريق واحد وبيقسموا أدوار. المشايخ هم كانت مهمتهم دس هذه الخرافات لتشويه الإسلام في السنة، علشان بعد كده يجي الفريق الثاني اللي هم ما يسموا بالتنويريين على مدار العصور، ويطلعوا ويمسكوا هذه الخرافات والقصص الكاذبة اللي شوهت الإسلام وياخدوها كأدلة على تحريف السنة، وإن السنة باطلة، وإن الرسول كذا، وإن الإسلام قاتل، والإسلام مش عارف إيه، ويشوهوا الإسلام ويدمروا الإسلام. فالاتنين في فريق واحد وبيقسموا الأدوار ما بينهم، وخلوا الناس يدعوا، يعني يفهموا الناس إن المشايخ ضد التنويريين، وإن التنويريين ضد المشايخ، وإنهم يعني عكس بعض، مع إن الحقيقة الاتنين مع بعض وفي اتجاه واحد، وهو تدمير الإسلام والمسلمين، زي ما شفتوا في هذا المثال، هذه القصة الملفقة لتشويه الرسول. وعايز حضراتكم تبحثوا فيها وتتأكدوا منها، هتجدوا ان الرسول اصلا لا تزوج هذه المرأة، ولا حصل طلاق ولا كلام من ده، كلها تأليفات كاذبة الغرض منها تدمير الإسلام وتشويه الرسول عليه الصلاة والسلام. أرجو ان انا أكون قدرت أغطي الموضوع، ولو في سؤال سيبوا لي تحت في التعليقات وانا هرد عليكم. والمهم تحذروا من أمثال عبد الله رشدي اللي هو الصوفي الإخواني المندس الخبيث، اللي هو متخفي لتدمير الإسلام، اللي هو بديل عمرو خالد ومصطفى حسني اللي هم الإخوان اللي تم كشفهم، فهو جاي مكانهم وسلطوا الضوء عليه وعملوا له شهرة بحكاية إن هو عمل مناظرة مع إسلام بحيري. ده دليل على إن المشايخ متفقين مع التنويريين، يعني علشان يشهروا عبد الله رشدي جابوا له إسلام بحيري فهو اللي شهره. فالاتنين مع بعض ومتفقين مع بعض. والسلام عليكم ورحمة الله.